مهجة اتجوزت معاطي في الفيلم. ابو العربي هو اللي اتجوز مهجة في الاخر، ولكن مع نادي الزمالك السيناريوهات كلها مرعبة، والسيناريوهات كلها بتدفع تمن غبائك وغباوتك وسذاجتك تجاه اي موقف او اي لاعب بتبيعه او بتشتريه او بترجع فيه. كلام مهم جدا 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 على انتقال بن شرقي، اشرف بن شرقي، الى النادي الاهلي. من فضلك اشترك في قناة مهم جدا جدا وفعلوا زر الجرس مهم جدا جدا عشان الكلام في الفيديو ده مهم جدا. نادي الزمالك ادارته لا بتعرف تشتري ولا بتعرف تبيع ولا عندها قطاع ناشئين ولا بتعرف تجيب صفقات ولا بتعرف تطلع لعيبه ولا بتعمل اي حاجه. اكتر حاجه بنعملها اخر 7 8 سنين ان احنا نجيب فيريرا ونرجعه، ان احنا نجيب باتشيكو ونرجعه، ان احنا نجيب كارتيرون ونرجعه، ان احنا نجيب جروس ونرجعه. ده بس اللي احنا بنعمله في حياتنا. في حياتنا هو ده اللي احنا بنعمله. لما تيجي تبص على صفقة بن شرقي، انت سبت بن شرقي ببلاش، وبعد كده اول السنة دي كنت رايح تجيبه من فري، كنت رايح تجيبه فري، هو ما كانش عنده نادي بيلعب فيه، فانت فشلت ان انت تجيبه فري. تمام، فشلت ان انت تجيبه فري، فراح النادي الاهلي بجبروته بادارته باسطورته الحيه محمود الخطيب راح جابه من الريان القطري، وهو على ذمه الريان بسماعه تليفون مفيش احسن منها ولا اعظم منها. ده ايه كمان؟ ده جايب لك تريزيجيه. تخيل النادي الاهلي لما تيجي تبص كده على النادي الاهلي ده بيشتري ويبيع وبيجيب اللي بيشتريه، بيشتري ويبيع ويجيب اللي بيبيعه. يعني الاهلي باع تريزيجيه يوما ما، قعد يلف 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 يلف، والاهلي بعد كده اشتراه. الاهلي رجع حمدي فتحي، الاهلي ممكن يشتري محمد عبد المنعم. اما اداره نادي الزمالك الفاشله الفاسده بكل ما تحمله الكلمه من معنى، متيابة، عمر فرج، مهاب ياسر، عطوفة، زيزو، زياد كمال، محمد، محمد عاطف قلناه، ده غير مشلاك البولندي اللي بتدفع فيه تقريبا 800 ألف دولار حاجة كده. قمة الفساد في الصفقات. فبعد ما بتجيب الصفقات الفاسدة بتاعتك وبتضيع فلوسها وبتضيع فلوسك على الصفقات الفاسدة، بتعمل ايه؟ بتبقى مفلس مش لاقي تاكل، فالعجله تلف تاني تاني تاني، العجله تلف تاني، ونروح نجيب بفلوس تجينا صفقات شمال تاني ونخسر البطولات وننافس على بطوله واحده بس اللي هي الكونفدراليه، وبارك الله فيما رزق. فتقعد طول حياتك بتلعب في الكونفدراليه، ويقعد الاهلي طول حياته بياخد دوري ابطال افريقيا وبيلعب في كاس العالم وبيلعب في الانتر كونتيننتال، وليله كبيره قوي 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 قوي. شفت انت فين والاهلي فين؟ ناقص بس احمد السيد مصطفى زيزو. شوف انا زملكاوي وبشجع الزمالك بقالي حاجه و20 سنه. لو انا زيزو اروح النادي الاهلي. لو زيزو بيحب الزمالك وبيحب جمهور الزمالك يرحم نادي الزمالك من هذه الاداره الفاشله بكل ما تحمله الكلمه من معنى. ايه انت عايز زيزو يروح الاهلي؟ لان زيزو لما يروح الاهلي هيبقى بيكتب نهايه مجلس اداره الزمالك الفاشل برئاسه حسين لبيب. زيزو هيرحم النادي، هيروح الاهلي. انا عايزه يروح الاهلي عشان تاني يوم حسين لبيب يقول لهم مفتاح النادي اهو، حد يديره عشان احنا مش قدها. احنا مش قد النادي، احنا اخرنا ننزل بيانات ضد التحكيم، نرد على احمد بلال من خلال المتحدث الرسمي اللي عامل برنامج، نعمل حاجات كده، نطلع في الاعلام كل شويه عضو مجلس اداره يطلع يتكلم، نقول ان احنا اكبر قلعه رياضيه في مصر، نكتبها في البوستات بتاعت النادي. ولكن
نعمل ميركاتو محترم، نجيب لعيبه محترمه، نبيع لعيبه، نعرف نبيع اللعيبه اللي احنا بنجيبها، نعمل اي حاجه، نجيب عندنا قطاع ناشئين فاشل، نطلع لاعب طفره من قطاع الناشئين مثلا زي محمد عبد المنعم في الاهلي مثلا اللي طلع، زي لعيبه كتير جدا جدا جدا. بلح بلح بلح. النهارده انا احساسي الداخلي اول لما صحيت لقيت بن شرقي في المطار، اولا قلبي اتقبض تمام. انا احساسي النهارده بالظبط انا بحب واحده، و يعني سيبنا بعض كده بس احنا بنحب بعض، بين قلبي ونادي الزمالك بنحب بعض. فمره واحده اللي انا بحبها دي راحت اتجوزت واحد انا ما بحبوش، انا بكرهه، راحت اتجوزت واحد انا فتخيل بقى احساسك وحرقتك وقهرتك واللي انت حاسس بيه عامل ازاي. متخيل الصدمه والقهر اللي جمهور الزمالك حاسس بيه عامل ازاي؟ ده انت كنت هتجيب بن شرقي اول الموسم ما جبتوش. فالنادي الاهلي اداك احلى قفا واحلى قلم ممكن تاخده في حياتك. فخلاص هي المركب بتغرق، المركب بتغرق يا حبيبي يا لبيب. انا مش عايز اخد الكونفدراليه كل سنه، انا عايز السنه الجايه اخد دوري ابطال افريقيا، انا عايز السنه دي اخد الدوري. انت مش عارف تعمل ده، سلم مفتاح النادي ومع السلامة، اتفضل امشي انت ومجلسك. انتوا مش فالحين غير في الاعلام، انتوا مش فالحين غير في الاعلام، غير في ان احنا نقول تصريحات، ان احنا مثلا نجيب صفقات زي متيابة وزياد كمال ونعمل عقود فاسدة زي زياد كمال اللي ادينا له 20 مليون جنيه والكلام اللذيذ ده. ولكن النهارده يوم حزين عند جمهور الزمالك. النهارده الزمالك لو خد الدوري مثلا، جمهور الزمالك مش فرحان. الزمالك لو خد الدوري النهارده جمهور الزمالك مش فرحان، جمهور الزمالك مقهور ببن شرقي، بن قلبي، اللاعب اللي جالك وعمل كل حاجه عندك. تخيل احنا كنا بنقول ايه؟ كان عندنا فار بدلناه باسد، فهم خدوا الفار وخدوا الاسد كمان، فمش ناقص غير زيزو. انا اتمنى ان زيزو يرحم جماهير الزمالك من هذا المجلس الفاشل ويروح النادي الاهلي. انا اتمنى النجاح لزيزو في اي مكان، انا اتمنى النجاح لزيزو في النادي الاهلي. عايز اشوف زيزو بيلعب في كاس العالم للانديه بدل ما هو بيلعب في الكونفدراليه كل سنه وبيعمل اسيستين 3 في الكونفدراليه، ويلا هوب وخدنا الكونفدراليه من نهضه بركان. ايه نهضه بركان؟ ايه نهضه بركان؟ ده مودرن سبورت احسن منها. اتمنى من زيزو الرحيل الى النادي الاهلي، لان هذا النادي اللي احنا بنشجعه، الناس اللي بتدير هذا النادي ما عندهاش تقدير للجمهور. شفت محمود الخطيب لما جمهور الاهلي دوسة بنزين واحده وغضبهم ظهر؟ شفت محمود الخطيب عمل معاهم ايه؟ جاب لهم تريزيجيه وبن شرقي وجراديشار والعش وما اعرفش مين، ولسه هيجيب تاني. ده رايح يلعب يا باشا في كاس العالم للانديه. بن شرقي والزمالك دخل وكان هيخش. انت دلوقتي واحد جه قال لك هتيجي تلعب في الزمالك واللي بيقولوا لك يا بن قلبي، ولا تروح تلعب في كاس العالم للانديه واول ماتش هتلاعب ميسي وتتصور مع ميسي؟ هتلعب في كاس العالم للانديه بطوله كبيره، ولا تروح تلعب مع الزمالك عشان جمهوره بيحبك؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. ده سلاح في ايد محمود الخطيب يقدر يجيب بيه اي لاعب الزمالك عايزه، يقدر بس بكلمه واحده ميسي ميسي ميسي. هو ده الفرق ما بين الاداره هنا والاداره هنا. الناس دي شغاله ازاي والناس دي شغاله ازاي، الناس دي بتطلع في الاعلام ازاي والناس دي بتطلع في الاعلام ازاي. هل نادي الزمالك هيقوم له قومه لما يجي رئيس نادي عنده ضمير في نادي الزمالك، رئيس نادي مفيش حاجه تحصل في النادي غير لما يبقى عنده درايه بيها. مين اللي عمل عقد زياد كمال؟ محدش يعرف. حسين لبيب؟ لا. طب حسين لبيب عارف عقد زياد كمال حصل فيه ايه؟ لا. اذا مع السلامه. اعتقد ان هذا اليوم كارثي لدى نادي الزمالك وجماهيره ومنظومته واعلامه وكل حاجه. اعتقد ان النادي الاهلي ادى نادي الزمالك الم العمر. تخيل لو الاهلي جاب مرموش النهارده
ما هزعل. لو الاهلي جاب صلاح ما هزعل. لو الاهلي جاب مين ما هزعل. لكن تاخد بن شرقي بن قلبي الحته اللي هنا دي ده غير امام عاشور، ده غير عمر كمال، ده غير كهربا، ده غير مروان عطيه اللي فراك كان عايزه، ده غير معرفش مين، ده غير مين، ده غير ياسر ابراهيم، ده غير احمد رضا اللي الزمالك سابه ببلاش وبتروجيت باعوا الاهلي ب 25 مليون. اداره فاشله بكل المقاييس. هتعرف تجيب صفقات؟ هتعرف تنافس الاهلي؟ هتعرف تاخد الدوري؟ هتعرف تاخد المركز الثاني؟ هتعرف تاخد دوري ابطال افريقيا السنه الجايه؟ ما أنا مش هقعد عمري كله بلعب في الكونفدراليه يا حبيبي. ده مهجة اتجوزت عطية عطعطعوط. مهجة اللي انا بحبها اتجوزت اللي انا ما بحبوش. هل 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 ابو العربي هيصمد الفترة الجاية؟ ما اعتقدش. هذا كل ما لدينا في الفيديو. لايك مهم جدا، وجهة نظركم في الكومنتات مهمة جدا جدا جدا، وناس تعمل شير مهم جدا جدا للفيديو، ولازم تشترك في القناة مهم جدا جدا، وتفعل زر الجرس مهم جدا 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 جدا. سلام.